في حلقة النهاردة تشكيل نادي الزمالك لمواجهة نادي طلائع الجيش. مباراة تكون صعبة على نادي الزمالك لأن نادي طلائع الجيش نادي بيلعب كرة دفاعية أكتر، ونادي هيضايق نادي الزمالك. ونادي الزمالك أقال المدير الفني يانك فيريرا، واللي ماسك دلوقتي أحمد عبد الرؤوف. أحمد عبد الرؤوف مش مدير فني قليل، مسك نادي بلدية المحلة في فترتين، وبرضه مسك نادي الزمالك في فترتين، برضه كان مدرب مؤقت زي دلوقتي، مسكهم في 2019 ومسكهم في 2020. فهو مدرب أكيد فاهم، مدرب لسه عنده 39 سنة، ومسك نادي الزمالك في ولايتين، ومسك نادي بلديه المحله برضه في ولايتين، ونادي بلديه المحله قبل ما يهبط كان هو اللي ماسكه. طبعا في حلقه النهارده هنقول تشكيل نادي الزمالك لمواجهه طلائع الجيش. تشكيل هيكون صعب، فلو مش مشترك في القناه اشترك واعمل لايك ويلا نبدا. نبدا طبعا بحراسه المرمى، وحراسه المرمى كالعاده هيكون معانا محمد صبحي. محمد صبحي بنسبه 100% هو اللي هيكون حارس المرمى الاساسي مع نادي الزمالك. نروح بعد كده الاثنين في قلوب الدفاع. قلوب الدفاع عند نادي الزمالك هيكون الونش بدل من محمد اسماعيل هيكون محمود حمدي الونش، وجنب محمود حمدي الونش هيكون حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد هيكون اساسي كده، يبقى قلنا الاثنين سنتر باكات بتاع نادي الزمالك هيكون حسام عبد المجيد وجنبيه محمود حمدي الونش. كده هنروح لمركز الظهير الايمن، والظهير الايمن ما فيهوش غير لاعب واحد بس هو عمر جابر. عمر جابر لاعب مميز دفاعيا، لكن في الهجوم مع عامل السن كبر السن ما بقاش يقدر يجري وما بقاش حلو هجوميا زي ما هو دفاعيا. دفاعيا طبعا الخبره عنده كويسه جدا، فهو حلو دفاعيا، فبنسبه 100% في الظهير الايمن هيكون في عمر جابر. لمركز الظهير الايسر، ومركز الظهير الايسر بنسبه 100% هيكون فيه محمود بنتايج. محمود بنتايج بنسبه 100% هو اللي هيكون في مركز الظهير الايسر في ظل تراجع مستوى احمد فتوح. بعد كده هنروح لمركز خط وسط مدافع، ومركز خط وسط مدافع هيكون فيه نبيل عماد دونجا بنسبه 100%. نبيل عماد دونجا اللي هيكون اساسي، لكن محمد شحاته حسب المباراه، مثلا لو نادي الزمالك خلص المباراه بدري محمد شحاته هينزل في الشوط الثاني كله، هينزل في اخر نص ساعه. محمد شحاته هياخد وقت كبير جدا في المباراه، مثلا ممكن ياخد اخر نص ساعه او ممكن ياخد الشوط الثاني كله 45 دقيقه عشان هيتجهز لمباريات السوبر، هو اللي هيكون اساسي. لكن في مباراه طلائع الجيش اللي هيكون اساسي هو نبيل عماد دونجا. نروح بعد كده لمركز 8، ومركز 8 هيكون فيه عبد الله السعيد. عبد الله السعيد هيكون في مركز 8 اساسي. طب ليه بقى عبد الله السعيد؟ لان عبد الله السعيد في المباراه اللي فاتت امام البنك الاهلي تحس انه لاعب لسه صغير، لاعب بيتحرك وبيعمل تمريرات، لكن الهجوم هو اللي كان بيضيعها، وعدي الدباغ ما كانش في موضه في المباراه دي، كان سيء جدا في المباراه اللي فاتت امام البنك الاهلي. فعبد الله السعيد في مركز 8 هيكون اساسي بنسبه 100%. نروح بعد كده لمركز 10، ومركز 10 هيكون فيه رجل مباراه النادي الزمالك ونادي البنك الاهلي هو ناصر ماهر. ناصر ماهر تحس بص لاعب حريف اقسم بالله. في المباراه اللي فاتت انا اول مره اشوف لاعب بينقل اللعب بالطريقه دي. شفت الكوره اللي جيب منها هدف شيكو بنزا، لف بالمدافعين مره واحده وعملوا الكوره هجمه خطيره في دقيقه، يعني الكوره ما كانتش اصلا، كانت هجمه ميته، لف بظهره وتعدى من على الخط وعرض الكوره خلاها هجمه خطيره في وقت بسيط جدا. ناصر ماهر لو ركز مع نفسه هيكون افضل لاعب في مركز 10 وينافس امام عاشور في الدوري المصري. فناصر ماهر بنسبه 100% هيكون اساسي. نروح بعد كده لمركز الجناح الايمن، ومركز الجناح الايمن فيه اللاعب اللي كان مختفي في مباراه البنك الاهلي هو خوان الفينا. احنا كنا متعودين ان خوان الفينا بيزيرة في المباريات اللي متكتله الدفاع بتاعها بيعرف يعدي واحد على واحد، وتلاقيه عمل هجمه خطيره من هجمه ما فيهاش، من هجمه ميته زي ناصر ماهر. لكن ما شفناش خوان الفينا في المباراه اللي فاتت دي خالص. خوان الفينا كان سيء في المباراه اللي فاتت، ما كانش سيء، بس ما كانش خوان الفينا اللي احنا عارفينه في مباراه نادي الزمالك اللي فاتت كلها. فخوان الفينا بنسبه 100% هيكون اساسي في مركز الجناح الايمن. نروح بعد كده لمركز الجناح الايسر، والجناح الايسر هيكون فيه شيكو بنزا. شيكو بنزا كان سيء 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 في مباراه نادي البنك الاهلي، كان سيء برغم انه سجل هدف، لكن كان سيء. واللي عرفك ان هو كان سيء ان هو اصلا ما خدش رجل المباراه، اللي خد رجل المباراه ناصر ماهر. شيكو بنزا تحس ان هو لاعب بياخد الكره ما بيبقاش عارف هيعمل فيها ايه، هو بيجري على الفاضي، رايح جاي على الخط على الفاضي، سريع على الفاضي، ما بيعرفش يعمل حاجه بالكوره. لكن هو الوحيد في المركز ده. عندك ناصر، عندك ادم كيد مصاب واحمد شريف مصاب، فهو الوحيد اللي في المركز ده. وفي نفس الوقت نادي الزمالك عايز يسوقه عشان يبيعوا في يناير، فنادي الزمالك هيلاعبه اساسي عشان اللاعب يجي له عروض ونادي الزمالك يبيعه في يناير. فبنسبه 100% اللي هيكون في الجناح الايسر هو شيكو بنزا. نروح بعد كده لمركز راس الحربه، ومركز راس الحربه هيكون فيه عدي الدباغ. وعدي الدباغ لو كان وحش في المباراه دي هيطلع على طول وهينزل مكانه ناصر او عمرو ناصر. وعمرو ناصر في المباراه الجايه لو عدي الدباغ ما لعبش كويس في المباراه الجايه هتلاقي عمرو ناصر نزل على طول في المباراه دي، وناصر منسي مش هينزل. ناصر منسي مستواه سيء جدا مع نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت، فاللي هيكون اساسي هو عدي الدباغ.
وقبل ما تخلص الحلقه عايز اقول لك ان كابتن احمد عبد الرؤوف هو اللي هيكون المدير الفني لنادي الزمالك في بطوله السوبر المصري. يعني في بطوله السوبر المصري نادي الزمالك مش هيجيب مدير فني جديد، لا، احمد عبد الرؤوف هو اللي هيكون المدير الفني لنادي الزمالك في بطوله السوبر المصري. طبعا بطوله هتبقى صعبه جدا على نادي الزمالك. وبكده تكون خلصت حلقتنا، فعايزك تتوقع المباراه تخلص لنادي طلائع الجيش ويعمل مفاجاه، ولا نادي الزمالك هينقض على نادي طلائع الجيش وياخد الثلاث نقط، لان نادي الزمالك محتاج الثلاث نقط اكتر من نادي طلائع الجيش. ونادي الزمالك طبعا نادي طلائع الجيش محتاج الثلاث نقط بس مش زي نادي الزمالك. نادي طلائع الجيش محتاج الثلاث نقط بس مش زي نادي الزمالك. ليه؟ لان نادي طلائع الجيش كده كده متعود ان هو يبقى تحت، لكن نادي الزمالك المباراه دي هتفرق معاه جامد جدا، هتفرق مع نفسيه اللعيبه، هتفرق مع نفسيه الاداره، هتفرق مع الفريق كله. فنادي الزمالك لازم يفوز المباراه دي، ما يتعادلش فيها. يعني مش بقول لك يخسر، لا، ما يتعادلش فيها. نادي الزمالك لازم يفوز المباراه الجايه امام نادي طلائع الجيش. فعايز اشوف توقعاتك في التعليق، ولو وصلت لحد هنا ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك. استنوني في حلقه جديده، السلام عليكم.